يا اهلا وسهلا. النهارده هتكلم عن ازاي نذاكر لامتحان ال HSK. هو HSK اختصار لكلمة خانيو شوي بين قاوشي، يعني امتحان مستوى اللغة الصينية او بيقيس مستواك في اللغة الصينية. انا الحمد لله خلصت HSK 4 شان الحمد لله. و امتحان ال HSK في ايه مستويات؟ اول مستوى 1 لحد تقريبا، هو كانوا 6 مستويات بس دلوقتي حصل تعديل فتقريبا بقوا 9 أو 10، مش عارفة بصراحة. بس أنا خلصت HSK 4 شان. وأول ما بتبدأ من بعد 3 أول ما بتبدأ 4 بيبقى في مستويين شان وشيا. شان ده الأول وشيا هو تاني واحد بنبدأ بعديه. فأنا خلصت 4 شان، وان شاء الله في الاجازه بتاعه ما بين الترمين هبدا ان شاء الله اذاكر 4 شيا. فبمناسبه ان انا هبدا ان شاء الله اذاكر من اول وجديد 4 شيا، حبيت اعمل الفيديو ده عشان الناس اللي مش عارفه ازاي تذاكر HSK، المصادر ازاي، طب نبدا بايه، listening speaking، طب نعمل ايه بالظبط. فانا هاخدكم بروسس باي بروسس واحده واحده كده، ايه الحاجات اللي انا بعملها في يومي لو جيت مثلا قررت ان انا اذاكر HSK. يلا بينا نبدا عشان ما نطولش. اول حاجه حابه اقولها ان في كنز لقيته على اليوتيوب اسمه سي نين هاو، ودي قناه على اليوتيوب، قناه صينيه بتعلم ال HSK وفيها كل ما يتعلق باللغه الصينيه. وال HSK اهم، يعني من اهم البلاي ليستس عندهم هي بلاي ليست ال HSK كلها. فانصحكم جدا ان انتوا تدخلوا وتشوفوها وتبداوا واحده واحده من اول HSK 1. تبداوا تجيبوا الكتاب ممكن تلاقوه على النت for free، يعني في منصات عاملاه PDF. ممكن احط المصادر بتاعتها تحت الفيديو، وكمان احط لكم القناه برضو في لينك تحت الفيديو، وانزلوا شوفوا الوصف عشان في حاجات مهمه كتير. ونبدأ مع بعض نعرف ازاي بنذاكر HSK سوا. دي القناة اللي قلتلكوا عليها سي نين هاو. اول ما تدخلوا هتلاقي بلاي ليست daily Chinese HSK 5 exams skills courses كتيرة، فانتوا تدخلوا على المستوى. طبعا احنا هندخل على قواعد التجويد، ومثلا هنجيب عندنا 4. طبعا عايزة 4 ساعة، فهنشوف ندخل على 4. طيب ده 4 شهر. عايزين 4 ساعة. طب نعمل ايه؟ نكتب في السيرش. طيب HSK 4 انتر. اوكي، زي ما انتوا شايفين ممكن مثلا نشوف الفيديو. 欢迎来到 C 您好 HSK 4级标准课程，我是 اللي بتعلم طبعا دكتور صينية، فهتستفادوا جدا 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 من المنصة دي او البلاتفورم ده. ليه بقى؟ لان اللي بتعلم دكتور صيني، انتوا مش هتتعلموا من حد عربي اللي هو النطق بتاعه ده اهل اللغة، فانتوا بتسمعوا حاجة من اهل اللغة. في نفس الوقت هما مش بيتكلموا بسرعة قوي فهتفهموا طبعا. وابدأوا واحدة واحدة، بس ما تبدأوش في مستوى مش مستواكوا عشان ما تحسوش ان انتوا في حاجة ناقصة كتير او انتوا مثلا متأخرين عن حاجة. اوكي، فاللي انا بعمله ان انا بسمع لللاوشر دي وهي بتشرح، تمام، وبتبقى فيه بقى ايه، تمام. انا هجري طبعا الفيديو. بنحل expressions، تمام، بنختار، وبعد كده بنحل شوية اسئلة بسيطة يعني مش صعبة. بعد كده ده طبعا النيرون بتاع الكتاب، ده محتوى الكتاب. لو انتوا مش معاكم الكتاب تقدروا طبعا ايه، زي ما قلت لكم، تطبعوه او تشتروه. ولو انتوا مش معاكم الكتاب برضو، اللوشة دي شايفين المربع ده، طبعا ده الكتاب. فانتوا مثلا ممكن لو انتوا حابين توفروا على نفسكم بدل ما تطبعوا ورق وكتير كده، فممكن طبعا تتفرجوا على الفيديو وذاتس ات. بس اهم حاجه التطبيق بقى العملي، يعني الكلام والنيرون ده ما يتبصش عليه كده وخلاص لا، يتكتب في ورقه ويتحفظ ويتسمع مره واثنين وثلاثه، عشان ما تكونش في حاجه منقصها، عشان ما تنقلش على مستوى تاني، بالذات وانت بتدرس يعني سيلف ستادي. انت مش بتدرس مع حد شايفك وشايفه فيقدر يقيمك او يقولك لا اعمل كذا ما تعملش كذا. انت دلوقتي يعني your own manager، يعني انت المدير بتاع نفسك، فانت لازم تحاسب نفسك، ولازم تعرف ان انت لازم تكون يعني مراقب نفسك بتعمل ايه، بتحفظ قد ايه. فلازم اي حاجه ما تسيبهاش قدامك تعدي كده بالسهل، احفظها واكتبها عشان ما تنقلش على درس تاني وتحس ان انت ناقصك حاجات كتير. بعد كده بنقرا الكوين اللي هو التكست، وبنقرا الكلمات بتاعته. طبعا هي بتحط عليه جمل،
فدي حاجه يعني ما شاء الله جامده جدا، لان هي بتوفر وقت وفلوس، لان انتوا مش هتحتاجوا بقى تنزلوا من بيتكم تروحوا الكورس او حتى تدفعوا فلوس كتيره في كورس مثلا او كده. فدي حاجه كويسه، بس يعني زي ما كل حاجه ليها مميزات ليها عيوب طبعا، لان اللوشة دي ما تقدرش ترد عليك مثلا لو سالتها سؤال مش عارفه ايه. فدي حاجه طبعا دي من العيوب اللي مش موجوده مثلا لما تروح تاخد كورس بره او كده. طبعا اماكن الكورسات هبقى اعمل عليها فيديو او هبقى اقولها لكم في اخر الفيديو، فانتظروا عشان اقول لكم هتاخدوا كورسات فين. مثلا الكورسات المعتمده للغه الصينيه كل درس عليه بعد ما بتقروا الكون بيبقى فيه جرامر يوفا، ففي اليوفا بتاخدوا بوينتس جرامر بوينتس كده، بتبقى في كل درس فيه جرامر بوينت عشان تعرفوا يعني الجرامر اللي كان في النص ده ايه وتفهموه كويس. طبعا انا انصحكم نصيحه يعني جميله جدا، ان انتوا بدل ما تقروا كده الجرامر بوينت من غير ما تعملوا حاجه، لا هاتوا ورقه وقلم اكتبوا جمل عليها وكونوا جمل على كل جرامر بتاخدوه، على كل كلمه تقريبا بتاخدوها، لان ده هيفيدكم جدا. لانه لما بتحفظوا الحاجه مصمته كده من غير ما تكون حيه، غير لما تحفظوها بطريقه تفاعليه مثلا زي كده. دي كلمات بتعملوا منها عليها جمل، ده بيساعدكم في ايه؟ ده بيساعدكم ان انتوا تكونوا حصيله كلمات كتيره، لان انتوا مثلا لو حفظتوا يعني هنعمل تجربه قدامكم دلوقتي. رومي يعني ايزي او سهل، شو يعني رفيع، تخم يعني بيوجع او وجع، نا تيك ياخذ. لو انتوا حفظتوا بالطريقه دي كل الكلمات يعني I guarantee you ان هي هتتنسي في لحظه، يعني في منت هتلاقوها اتنست خالص. فالاحسن ان انتوا بعد ما تحفظوا كل كلمه، او انتوا بتحفظوا كل كلمه تكتبوا عليها على الاقل 4 جمل او 3 جمل. ده بيساعدكم ان انتوا تكونوا جمل في دماغكم، تحفظوها بطريقه الجمل مش بطريقه ان انتوا رومي شو تخم نع دي بقى كده يعني، لا. فانتوا اكتبوا جمل واقعدوا رددوها كتير، وحتى لو انتوا مش هتعرفوا تبراكتس ده مع حد، براكتس مع نفسك. افتح الفيديو وافتح الكاميرا واقعد قول كده لنفسك الجمل دي. حط اسئله على الجرامر بوينتس اللي انت بتاخدها، او حل اللينشي اللي موجود في الكتاب. الحاجات دي كلها بتساعدك تبقى يعني لو المحتوى بتاع الكتاب ده لازم انت تكون مقفله 100%، عشان يعني لما تتنقل لمستوى اعلى حرفيا نصيحه مني، لو انتوا يعني لو رحتوا مستوى اعلى من المستوى بتاعكم من غير ما تكونوا مذاكرين ده صح اللي قبله، او حتى مراجعين عليه، يعني قبل ما تنقلوا مستوى تاني راجعوا على القديم، راجعوا على الكلمات على الاقل بس. يعني مثلا هتلاقوا في اخر كل كتاب في كلمات متعامله لكل الدروس اللي انتوا خدتوها، فدي حاجه حلوه ليهم، دي حاطينها في اخر الكتاب عشان حضرتك قبل ما تبدا تدخل في مستوى تاني او مستوى اعلى تراجع على الفوكابيلاري بتاع المستوى اللي قبله، فما تحسش ان انت مش مواكب للمستوى اللي انت فيه اساسا. ف لازم تكونوا راجعين عليه كويس عشان لما تدخلوا مستوى اعلى ما تحسوش ان انتوا ضيعوا لكم حاجات كتير. 更拿不动了。所以我们可以强调一个极端的情况，比如连大人都拿不动，小孩子就更拿。我们第一句，那第二句呢？第二句我们更切 اللي انا بعمله ده 不 حاجه 了 مهمه جدا، هوقف الفيديو عشان اقولها لكم، وهي الشادوينج. الشادوينج هي انك بتقلد او بتعمل محاكاه للي الشخص اللي قدامك بيقوله. يعني مثلا الاطفال وهم صغيرين لما تقول مثلا ايه ميه او مثلا فراخ او كده، فتلاقيه وراه بيقولك فلاخ مش عارف ايه، حتى لو هيقولها غلط بس هو بيعمل شادوينج عشان العقل الباطن بتاعه يتعود على النطق بنفس، يعني بياخد النطق بتاعك بيقوله بنفس الطريقه. فالشادوينج ده بيخليك اقرب ما يكون الى النيتيف سبيكر، ودي حاجه انا عملتها في الانجليش كتير جدا يعني، وهي دي اللي ساعدتني في الصيني، ولسه يعني بتعلم. ان انا مثلا كنت بسمع اغاني وافضل اقول وراء احفظها واقولها، وقبل كمان ما احفظها كنت بعمل حاجه غريبه جدا. يعني وانا صغيره كنت فاكره ان انا بقول الاغنيه من غير ما افهم هي بتقول ايه ولا اي حاجه، بس كلام مشابك في بعضه، كلام مش فاهماه اساسا عشان انا كنت لسه طفله صغيره. يعني اعملوا زي الاطفال بالظبط، هما الاطفال مش بيبداوا يدركوا هما بيقولوا ايه
هم بيعرفوا يقولوه بس بعد كده بيدركوا هم بيقولوا ايه. فانتوا اعرفوا انتوا يعني قولوا صح، لان انت بتتعلم وما يهمكش انت غلطت ولا ما غلطتش عشان انت لسه ليرنر. ف ممن واحده واحده على نفسك، وما تكونش يعني بتحاسب نفسك على كل غلطه تعملها عشان انت لسه بتتعلم. فخدها واحده واحده وان شاء الله هتوصل لمرحله انت تحبها، ومرحله ان شاء الله اللي انت نفسك فيها. انتوا اي حد بيقول حاجه قدامكم رددوها، يعني وحاولوا تفهموها برضو، ما بقولكوش رددوا عمياني كده، لا حاولوا تفهموها وحاولوا تشوفوا اهل اللغه وهم بينطقوا ازاي مع بعض، حتى لو الموضوع سريع وانا مش سامعه وبيقول ايه ده. هم فعلا بيتكلموا بسرعه جدا، يعني الصينيين ما شاء الله ما شاء الله اسرع يعني ناس بتتكلم. فدي حاجه طبيعيه. واحده واحده اسمعوا الريكوردز بطيئه شويه، بعد كده ابداوا سرعوا. يعني مثلا لما يكون قدامكم فيديو، الفيديو انت تقدر تتحكم فيه براحتك يعني، فانت تقدر توقف وتعيد وتزيد تاني 100 مرة يعني، فما يهمكش انت. وده زي سامرايز للي احنا قلناه على دراسة ال HSK. تكتب ال HSK ليفل بتاعك، وازاي بتذاكر بقى محتوى الكتاب، بحيث ان انت بتذاكر الكلمات والكون النص واليوفا القواعد اللي انت بتاخدها، وتحل عليها تدريبات طبعا لينشي. دول اهم حاجة تركز عليهم وانت بتذاكر. بعد كده نيجي لجزء مهم جدا وهو التطبيق. ازاي نطبق؟ وده عن طريق حاجتين، وهما انك تسمع كتير وتتكلم كتير. تسمع بودكاست، فيديوهات على اليوتيوب، وتحاول تنطق زيهم، او تسجل صوتك مثلا وتعرضه على لقشر صيني، او تراجع انت لنفسك وتصحح لنفسك. تطبيقات زي هيلو توك ممكن برضو تتكلم فيها مع صينيين ويحاولوا يساعدوك. حاجة نسيت اتكلم عنها وهي الفلاش كاردز. الفلاش كاردز دي من الحاجات اللي كانت بتساعدني بالذات في البداية ان انا احفظ الكلمات. طبعا لما بتتقدموا شوية بالمستوى مش بتحتاجوا فلاش كاردز اعتقد، يعني في اعتقادي. ليه بقى؟ لان الفلاش كاردز دي بتبقى حاجة الفلاش كاردز حاجة حلوة جدا بتساعدوها، ولكن ممكن بتلخبطوا. لو انتوا من الناس اللي بتتلخبط كتير ما انصحكوش بالفلاش كاردز بصراحة. يعني مثلا تعملوا كلمات كده وتكتبوا مثلا وراها البينين، تكتبوا من ورا الترجمة. الحاجات دي بتساعد جدا. ممكن مثلا تبقوا قاعدين فاضيين عايزين تراجعوا مثلا الكلمات اللي انتوا اخدتوها في ال HSK، تمسكوا الورق كده وتشوفوا ورا ايه، تسمعوا لنفسكم. دي حاجة جميلة جدا لان بتساعد ان انتوا تراجعوا صح. وكمان كانت ميموري كانت اسمها ميموري حاجة ميموري. قالوا مثلا لو اغنية هلو بتاعت ادل كانت بالصيني، يا لهوي. هلو ني هاو it's me sure was wondering if after all these years would like to meet 我想知道这么多年过去了你是否愿意见面 hello okay enough. المهم الفلاش كاردز بتساعد على التذكر وبتخليكم تراجعوا الكلمات اللي انتوا درستوها في ال HSK. فمن الحاجات الحلوه اللي ممكن تستعملوها هي الفلاش كاردز. دي حاجه جميله جدا بتخليكم تراجعوا الكلمات الجديده اللي انتوا اخدتوها وتحفظوها كويس. فلو عندكم وقت هاتوا فلاش كاردز واكتبوا هنا مثلا الكلمه بالصيني، واكتبوا ورا المعنى او البينين بتاعها، وحاولوا تسمعوا لنفسكم. ولو كمان عندكم حد تعرفوا ممكن مثلا وانتوا قاعدين تسمعوا لبعض دي معناها ايه، دي كذا، اعمل عليها جمله مش عارفه ايه. بس مفيش حد بقى. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا بسببك اتأذيت جامد. انا بروح لدكتور نفساني في رود الفرج. anyway رحله تعلم اللغه الصينيه ساعات بتبقى مش ممله. رحله تعلم اللغه الصينيه ساعات بتكون لونلي جدا.
وتكون ساعات يعني صعبة، بس ما تيأسوش، هتوصلوا اللي انتوا عايزينه طول ما انتوا بتسعوا، طول ما انتوا بتحاولوا مع نفسكم. فما تيأسش من نفسك لو انت معرفتش تنطق كلمة، لو ما سمعت ريكورد طويل عريض ما فهمتش منه غير كلمتين بس او كلمة. فيعني I've been there، فعشان كده انا جايه بقول لكم اطمنوا، فانسين بقى ان شاء الله الدنيا دي هتتظبط. ورحله تعلم اللغه الصينيه مش رحله ليها ديستنيشن محدد لو وصلنا له هنبقى كده توب جامد جدا، لا هي رحله مستمره. فانتم ما تفكروش في النتيجه، فكروا ازاي تعملوا كل خطوه صح، فكروا في الخطوه اللي انتوا فيها دلوقتي، يعني live in the now بجد. يعني النصيحه دي هتساعدكم قوي في دراسه اللغه الصينيه بجد، ان انتوا تاخدوا كل حاجه بوقتها، يعني ما تستعجلوش حاجه وما تحسسوش نفسكم ان انتوا متاخرين، وابداوا صح. وعشان ابداوا صح عشان ان شاء الله الرحله تكون سهله. يعني طول ما بتبدا صح وطول ما بتبدا تبقى عندك ثقه في نفسك وثقه في ربنا ان انت هتعمل حاجه كويسه في اللغه دي، فربنا بيكرمك ساعتها. فما تيأسوش، وان شاء الله اي حاجه هتقف قدامكم هتقدروا تعدوها، حتى اي تحدي هيقف قدامكم هتقدروا تعدوه باذن الله، لان ليه لا؟ يعني انتوا ناس جامده ان شاء الله، واي حد بيتعلم صيني يعني ناس جامده بصراحه، لان محدش بيختار اللغه دي الا هو عارف قد ايه اللي هيواجهه. فنصيحه مني ما تيأسوش وكملوا في اللي انتوا بتعملوه، لان النتيجه هتبقى اروع بكتير مما تتخيلوا، بس انتوا اصبروا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، و تنسوش برضو تتفرجوا او تنزلوا تحت في صندوق الوصف عشان تشوفوا اللينكات اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو، وتشوفوا كمان السوشيال ميديا بلاتفورمز التانية. ولو عندكم اي رسالة يا ريت تبعتوها لي على الانستجرام، انا برد يعني عادي. ولو عندكم اي اقتراح لفيديو جديد نعمله او فكرة جديدة يا ريت تكتبوها في التعليقات. وأيني بقى عشان ده فيديو صيني، واشوفكم في حلقة جديدة. زي تيان.